هذه معجزه ديال سيدي ربي. الا ما جيتش دير بها الحلقه ما غادي تلقى ما توكل الاولاد وما غاديش تلقى باش تعيش. هذا هو الكلام اللي جا على لسان واحد من اقدم الحلايقيه في المغرب اللي لقبوا الجمهور ديالو بالسلطان ديال السم. واش عقلتي اخر مره حضرتي فيها لشي حلقه الناس لقيتيها كدير الفكاهه وكتحاول تفوج على الناس كتلبس الكاسكيت ديال حكواتي وفي القصاص كيعاود، اما وحدين اخرين عايشين غير بوحدهم مع العيطه والنشاط، وحدين شكلهم غريب وكيدعيو ان فيهم الجواد، ها اللي في لحمو كيدب وها اللي فوق من الزاج كيتمشى وها اللي كيهز المطيب فوق من العافيه وكيشربوا بالدخان ديالو وها اللي بقرض وخالق المتعه وها اللي هو السم خوت وفي الفاعي والحناش كيعنك. وضروري ما غادي تكون مشيتي شي مره وعشتي هاد الجو في هاد الحلاقه، بالاخص الناس اللي كدوز لمراكش بالضبط في جامع الفنا، المدينه اللي كتعتبر قلب الحلقه المغربيه. الحلقه من بعد ما كانت هوايه عند بزاف ديال الناس سبحات مصدر الرزق ديالهم وكتولي اساس ديال المعيشه باش كيكبروا ويوكلوا ويقريو ولادهم. فكيفاش واحد كيعرض راسو للخطر مقابل انه يربح شويه ديال الفلوس من هاد الحلقه، وكيفاش هاد الناس كيخدموا بالحناش وكيقاوموا السم ديال واحد من اخطر الزواحف في العالم. الاغلبيه ديال هاد الناس اللي عندهم هذه مهنه واللي خدامين في الدومين ديال الحلقه كيكونوا وارثينها ابا عن جد، وكتلقى العائله كامله كتخدم نفس المهنه اللي الاغلبيه كتدخل لها في عمر صغير. كيخلي القرايه ديالو كيتبع هاد الحلقه وكتلقى باه حتى هو كيشجعوا على هاد الشيء وكيعاونوا باش يتعلم الخدمه مع هاد الفاعل. علي اليوسفي مغربي حتى هو لابس الكاسكيت ديال الحلايقي عيساوي واللي كيلقبوا الناس بالعيساوي سلطان السم. بدا هاد الحرفه في عمر صغير وملي يلاه دار 5 سنين ولا كيخرج مع باه للحلاق وتشهر بالصيده ديال الفاعي وحتى العقار. تعلم من عند باه تقريبا كلشي، الطريقه كيفاش يلقى الوسيله اللي غادي يدخل بها الرزق ديالو، البلاصه فين كيكونوا هاد النوع ديال الحيوانات كيفاش يحيد لهم السم ديالو وكيفاش يروضهم باش يوليو ساهلين وما يأذيوش هو وحتى الناس اللي كيتفرجوا فيه. من وسط الطبيعه كيقصدوا الغيران بالاخص في وقت الصيف ملي كيخرجوا العقارب والحداش وحتى هما عندهم موسم ديال الصيد. واهم حاجه من بعد ما كيشدوا الفريسه ديالو كيقصدوا البلاصه اللي فيها السم كيحاولوا يحيدوه كامل باش ما يتأذاوش لا هما لا الناس اللي معاهم. وبسبب هادشي اللي كيدير جاو عروض من عند المنتجين ديال الافلام باش يوفر لهم حناش وعقار اللي غاديين يبانوا بزاف ديال الادوار مقابل واحد المبلغ مادي اللي في الغالب كيكون حسن من هذاك الشيء اللي غيصور في الحلقه. علي اليوسفي ما ورثش من عند باه غير الحرفه ولكن خلى ليه كوبرا اللي ولات وحده منهم، دوزت معاهم اكثر من 18 عام. هي كيف ما سمعتي حاول يبيعها بزاف ديال المرات ولكن الاقدار عندها راي اخر اللي كتمنع هذه البيعه والشراء وكترجع هذه الكوبرا للدار فين كبرات، لدرجه نهار اللي وفى الاجل ديالو تألموا وبقى فيهم الحال ودفنوا هذا الحنش في قبر بحال الا غادي يدفنوا بلاده تكريما ليه وعلى الجهد اللي عطاهم، حيت هو كان وسيله اللي كيعيشوا بها. هاد الناس الاغلبيه فيهم من الاقاليم الصحراويه شعارهم السهله يجيبها الله وحالتهم مبنيه على عباره من اللي غادي تخرج يا اما غادي تصيد يا اما غادي تصيد، وحيت الاغلبيه فيهم في خطر وكيتخاصوا بالسم، وحيت البلاصه اللي كيمشيو ليها وكيقصدوها ما فيها لا طريق لا سبيطار، النهايه ديالهم ما كتكونش مزيانه وكيكون المصير ديالهم هو الموت، حيت حيوان طبيعي من هذا النوع السم ديالو كيكون قاتل. واخا كاينه هاد الصعوبات وكاينه احتماليه انه يتعرض للموت، هادشي ما كيمنعهمش باش يكونوا ديما حاضرين في الحلاق اللي هي البلاصه اللي كيعيشوا منها منذ سنين، وحنا عارفين باللي هذه حرفه خطير وممكن تسبب ليه في الوفاه، ورغم ذلك هاد الناس ممتهنين. فكيفاش هاد عيسى والمغاربه كيروضوا هاد الفاعي؟ راني كندوي لكم على كوبرا وعلى بوسك وكندوي لكم على انواع اخرى ديال الفاعي اللي خطيره بزاف. خلي لنا الراي ديالك في التعليقات، دير لايك وبارطاجي مع اصحابك، دير متابعه الصفحه ومرحبا بك في العائله ديالنا. كان معكم محسن، هذا مكان تهلاو.